طبق الكشري المصري الاصيل. لما اهالي المنطقه كلها تشكر في الطبق الكشري ده يبقى اكيد وراه سر كبير، خصوصا انه فاتح من 1970، يعني 54 سنه تقريبا. بص يا باشا، شويه كشري باب الشعريه مالهمش حل. في باب الشعريه؟ باب الشعريه طبق كشري؟ طبق كشري ملوش حل. طب اسمه ايه؟ اسمه ابو عمرو. ابو عمرو حاجه خرافه. وعن حب الناس في طبق الكشري اللي بيقدمه ابو عمرو، فسمعت كلام عم حكيم وقلت اما انزل اجربه. ما شاء الله عليه، اول لما رحت له الساعه 11 الصبح كان خلص وكان بينزل الوجبه التانيه. وعايز اقول لك ان ريحه الكشري فعلا المصري كانت فايحه جدا في المكان. وحضرته وهو بينزل المكرونه والرز والحاجه المتوقعه ان اي بتاع كشري هيكون مميز فيها وهي الصلصه. واقل طلب عنده ب 15 جنيه بس. واكتر حاجه عجبتني عنده انه بيستخدم استراتيجيه براند كده بس صغير، لانه بيستخدم انواع واشكال كتيره جدا للعلب الكشري. زائد ان الصلصه والدقه والشطه والتوست متغلفين عنده بشكل شياكه قوي كده. وعندك من اول 15 جنيه لحد 60 جنيه. مكرونه ابو عمرو طلبك بيجي لك وانت قاعد في بيتك. ده طلب انا بقالي 25 سنه باكله، بصراحه احلى مكرونه. وحرفيا بجد المكرونه كانت كويسه جدا. بيقدم لك الطاجن بكذا نوع واللي هتشوفه في اخر الفيديو. والله انا كنت باكل الكشري والاول كان ب 3 جنيه اكبر طبق، دلوقتي ب 15 جنيه وب 10 جنيه الكيس. ربنا يخليك يا حاج احمد الغلابه، اهو بيمشي 10 ب5 بيمشي. هنا محل كشري ابو عمرو فاتحين من سنه 70 بفضل الله. المحل ده كان بتاع والدي واحنا وارثينه عنه. عنواننا في 10 شارع الشيخ حماد الرواعي. اول ما تخش الرواعي تقول عاوز كشري ابو عمرو، اي حد هيجيبك لغايه عندنا. ونتمنى تنورونا في اي وقت وتيجوا تشرفونا، واحنا بنفتح الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 8 بالليل. حابب اشكر متابعين حسام مانو، شوفونا في اي وقت واحنا عنينا ليهم، هنقدم لهم كل اللي يرضيهم ان شاء الله. عايزك بقى تحفظ العنوان زي ما الحاج احمد قال لك عليه. وده غير ان كشري ابو عمرو حد اجنبي جاله فبيشرح له كل التفاصيل اللي موجوده في الكشري. هنا كشري ابو عمرو بيقدم محلات الكشري باب الشعريه والجماليه. نعمل الكشري على اصوله بدون اي لعب وبدون اي اضافيات. وانا عايز اقول لك بقى ان حرفيا من حبيبه الطبق الكشري الجميل ده حبيت ان افتش فيه وادوقه اكتر من كذا مره. ولكن الكشري بتاع ابو عمرو كل مره بيفاجئني ان جوده المكرونه والرز والعدس والكلام ده كانت جودتها ممتازه جدا. وعملت فيه كده بقى حركه صايعه كده، اني خدت طلب كشري من الوجبه اللي كان عاملها الصبح وطلب كشري من الوجبه الثانيه، ولكن اثبت لي انه كان نفس الطعم. اما بقى بالنسبه للطاجن فالتوابل بتاعته كانت مظبوطه جدا والمكرونه كانت مستويه وجميله. وبالنسبه بقى للطاجن فهو عنده طاجن اضافات زي طاجن سجق وطاجن كبده بخلاف اللحمه والفراخ. عيش التوست كان مظبوط ولكن كان حادق شويه. وسالت كام حد كده من الشباب من اللي هناك، قلت له بتحب تاكل الطاجن بطعم ايه من عند ابو عمرو؟ رد وقال لي السجق. حبيت اجرب الافتكاسه دي. وعايز اقول لك ان طعمه كان جامد جدا مع الطاجن. وطبعا اللي عجبني هناك ويسكي الغلابه اللي هي ميه السلطه، كانت حاميه وفيها نسبه توابل كانت على كيفك. وطبعا احنا في باب الشعريه بقى كده في درب النوبي وفي درب المصطفى، كل حاجه هنا هتلاقوها. بخلاف بقى طبعا احنا رايحين عند ابو عمرو بتاع الكشري، فتلاقوا عندكم بقى احذيه، تلاقوا عندكم حزمه، تلاقي كل حاجه اهو بالظبط كده.